تعال بص معايا كده عزيزي المشاهد. بص كده فوق 5G في مصر. يعني احنا اتذلينا من اجل هذه اللحظة. بص كده تحت فودافون ايجيبت، فودافون 5G السرعة 100 130 140 150 داخل على 200 ميجا، 200 وشوية، 222 ميجا في الداونلود و 25 26 ميجا في الابلود تقريبا. طبعا احنا جربنا ال 5G كتير قبل كده، ولكن ده كان في معارض ومؤتمرات، انما ان انا الاقي 5G بقى موجود في الشارع دي بجد هي اللي جديد. بس اللي انا قلته لك ده هو اجابه لاول سؤال، ال 5G بدا يشتغل في مصر ولا لا؟ وديك شوف. بس لسه في اسئله كتير، زي مثلا امتى الشركات هتعلن بشكل رسمي وتقول بقى عندنا 5G؟ وليه التجارب المبدئيه زي ما احنا شفنا من شويه اضعف من الارقام الرهيبه اللي ال 5G معروف بيها؟ وامتى هيبقى ال 5G مغطي معظم الاماكن في مصر زي ال 4G كده؟ وايه الاماكن اللي متاح فيها 5G دلوقتي وتقدر تروح تجرب بنفسك بعد ما تقفل الفيديو ده دلوقتي؟ طب مين اكتر شركه مغطيه اماكن بال 5G في مصر دلوقتي؟ وهل باقه الموبايل هتبقى اكبر عشان تتناسب مع السرعات العاليه اللي بيقدمها ال 5G؟ طب هل هتحتاج تغير شريحه الموبايل علشان ال 5G يشتغل عندك؟ وهل لو موبايلك ما بيدعمش ال 5G الموضوع مستاهل ان انت تغير الموبايل علشان ال 5G؟ واخر سؤال بقى وده المهم، هو انا ليه لحد دلوقتي لسه ما رحتش صورت بره وعملت اختبارات وتجارب ومقارنات بين الشركات في ال 5G؟ واكتفيت ان انا لما الخدمه بدات تشتغل وبدات اشوفها انزلها لكم في ريلز او شورتس بس. كل دي اسئله واكتر كمان محتاجين نعرف اجابتها دلوقتي، فبالتاكيد طبعا قبل ما نبدا ما تنساش اللايك الجميل بتاعك وتنسى تشترك في القناه لو انت مش مشترك علشان يوصلك كل جديد. بس تعالى كده قبل ما نبدا اقول لك على تطبيق هيخليك توفر كتير جدا وانت بتشتري اي حاجه اونلاين، واللي انا حرفيا ما بقدرش استغنى عنه. التطبيق ده اسمه صفقه، وتقدر تثبته على الموبايل بتاعك او تثبته كاكستنشن على البراوزر بتاعك. وركز معايا كويس جدا علشان هوريك ازاي توفر كويس قوي ومفيش اي تاجر هيعرف يشتغلك بعروض وهميه. كل اللي انت هتعمله ان انت هتثبت الاكستنشن بتاعت صفقه على البراوزر بتاعك وتفتح اي موقع تسوق زي امازون او نون مثلا، وبعد كده هتدخل على المنتج اللي انت عايز تشتريه وهتلاقي صفقه ظاهره ليك في الجنب كده. اول ما تضغط عليها هتطلع لك تاريخ السعر بتاع المنتج ده من يوم ما نزل على الموقع لحد اللحظه اللي انت بتشوف فيها، وده بقى هيمكنك ان انت تعرف هل فعلا ده الوقت المناسب للشراء ولا لا. وكمان هتعرف هل العروض اللي موجوده دلوقتي هي عروض حقيقيه ولا اشتغاله. بس الموضوع يا عزيزي المشاهد ما وقفش لحد كده، انت ممكن تعمل تتبع لسعر المنتج اللي انت عايز تشتريه علشان لو السعر اتغير تلاقي صفقه بتقول لك. فانت ممكن تعمل سعر اقل علشان لو في عروض وسعر المنتج نزل له تلحق تخش تشتري بسرعه قبل ما العروض تخلص. ولما هتيجي تشتري اي منتج هتلاقي صفقه طالعه لك بكوبون الخصم اللي هتكتبه وانت بتشتري علشان توفر اكتر، وده لان صفقه عليها الالاف من كوبونات الخصم لمئات المواقع. وطبعا بقى لو انت بتتسوق من الموبايل هتلاقي عندك تطبيق صفقه على البلاي ستور والاب ستور، واللي هتقدر من خلاله تعمل نفس الحاجات اللي احنا قلنا عليها، زي انك تخش على امازون مثلا من خلاله وتختار المنتج وتشوف تاريخ السعر بتاعه. وطبعا يا عزيزي المشاهد مش محتاج اقول لك ان الاف الكوبونات اللي موجوده على الاكستنشن برضه هتلاقيها موجوده في التطبيق. نزل دلوقتي صفقه من اللينكات اللي في الديسكربشن تحت الفيديو علشان توفر اكتر وما تخليش حد يشتغل. تعالوا بقى نبدا باول سؤال، وهو انا ليه لحد دلوقتي لسه ما عملتش فيديو قوي جدا عن ال 5G وطلعت بقى صورت بره وقعدت اختبر في الشركات واقارن بين الشركات؟ انا مش هروح اعمل فيديو قوي وفيديو بحلم بيه من زمان ونفسي اعمله من زمان وبخطط له من اول ما قالوا ممكن نعمل 5G في مصر من 3 4 سنين، واروح اعمله دلوقتي والخدمه لسه اصلا ما اشتغلتش بشكل رسمي ولسه مش مستقره. لو شفت سرعات ال 5G زي ما انا وريتك في اول فيديو، هي بتوصل في الميات والميتينات وده رقم يعتبر كويس جدا، ولكن مش ده الرقم الحقيقي اللي انا اقدر اعمل بيه حاجه مبهره، لان فعليا ال 4G بيوصل الارقام ديت في بعض الاماكن. ده غير كمان ان عدم استقرار الخدمه ممكن يخلي اختبار يجيب معاك 200 ميجا والاختبار اللي بعده يجيب معاك اقل من 1 ميجا. وبرده كمان ان انا مش لاقي مكان الاربع شركات موجودين فيه وبيغطوا فيه خدمه ال 5G بشكل مستقر. هتلاقي شركتين كويسين، بقيه الشركات ما فيهاش 5G اصلا في المكان ده، شغاله 4G. هتلاقي الاربعه جايبين 5G واحده منهم ما بتعديش ال1 ميجا. فعلشان كده عزيزي المشاهد اكتفيت من ساعه ما بدات اجرب ال 5G بالريلز والشورتس وانزل لكم فيديوز كده حاجات خفيفه وبسيطه اوريكم بس في ال 5G. هتيجي تقول لي طب امتى يا نيس، امتى الشركات هتعلن عن ال 5G وتبدا بقى تقول احنا عندنا 5G، وامتى هيبقوا مغطيين اماكن اكتر من الاماكن اللي موجوده دلوقتي وممكن يبقى زي ال 4G كده موجود في كل حته او في معظم او اغلب الاماكن زي دلوقتي؟ واجابه السؤال ده مش من عندي، ده تصريح رسمي صدر من رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في اليوم اللي ادى فيه الرخصه للشركات في مصر ان هي تطلق خدمات الجيل الخامس. والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قال ان الاطلاق هيتم بشكل مبدئي بعد 3 شهور من الوقت اللي الشركات خدت فيه رخصه الجيل الخامس، والوقت ده كان من شهر تقريبا، يعني كده باقي شهرين. وقال برضو ان الاطلاق بقى الكامل هيتم بعد 6 شهور، يعني كده باقي 5 شهور او اقل كمان لان الموضوع عدى عليه اكتر من شهر. فكل اللي احنا شايفينه من ال 5G في مصر دي كلها اختبارات، يعني الشركات لسه بتست اصلا علشان تستعد للاطلاق التجريبي بعد 3 شهور. وساعتها بقى لما يطلقوا الخدمه مبدئيا هيبداوا يعلنوا عن ان هم بقى عندهم 5G. وعلى فكره بعد الاطلاق المبدئي ده متوقع بقى ان انت تبدا تشوف العروض والحاجات اللي تعمل
على الباقات علشان ال 5G. طبعا هنتكلم عن الجزء بتاع الاسعار، الباقات هتتغير مع ال 5G ولا لا والعروض والكلام ده كله كمان شويه. الاطلاق المبدئي ده مش متوقع انت تشوف فيه ال 5G في اماكن كتير في مصر، هو هيبقى مقتصر على المدن الكبيره بس، ولكن المدن الكبيره او المدن الاساسيه ديت هتبقى اتغطت بشكل كويس وتقدر ان انت تلاقي فيها الخدمه مستقره. والمدن الكبيره اللي انا قلت عليها ديت هتبقى في القاهره وبعض الاماكن في اسكندريه، مش بقيه المحافظات. يعني من الصعب ان انت تشوف 5G في محافظات غير القاهره واسكندريه بعد الاطلاق المبدئي. الاطلاق الكامل بقى اللي هو بعد 6 شهور من حصول الشركات على الرخصه، اللي هو بقى عليه تقريبا 5 شهور او 4 شهور ونص، ده هيبقى برضو في المدن، ومش شرط تبقى مدن كبيره او مدن صغيره، لا عادي ممكن تلاقيه بدا يبقى موجود في مدن صغيره، وكمان هتلاقيه بقى في المدن المهمه في بقيه المحافظات غير القاهره واسكندريه. الموضوع بقى هيستمر في التطوير في الفتره اللي بعد 6 شهور، مده محدش عارف ايه هي، في تغطيه الاماكن اللي هي غير الاماكن الاساسيه او المدن اللي اشتغلت. تبدا بقى تشوف مدن صغيره بدات تشتغل 5G في محافظات كتير مختلفه، تبدا بقى تشوف ال 5G بدا يخش من المدن على القرى ويبدا ينتشر في معظم الاماكن اللي موجود فيها 4G دلوقتي. كمان كام سنه هتلاقي فيها 5G. الموضوع ده بقى طبعا هيختلف من شركه لشركه ثانيه، في شركات هتطور اسرع وتحدث الابراج بتاعتها بشكل اسرع، وفي شركات الموضوع عندها هيبقى ابطا شويه. طب السؤال بقى اللي بعد كده هو ايه الاماكن اللي موجود فيها 5G دلوقتي، عشان لو انت عايز تروح تجرب ال 5G بنفسك تجربه وتشوفه وتتفرج عليه، عشان كلمه 5G يا جماعه ديت يعني بتحسسك كده ايه بان انت بقيت مبسوط في حاجه جديده حصلت احنا ما شفناهاش قبل كده. كمان احنا عايزين نعرف مين اكتر شركه عندها اماكن في هذه اللحظه مغطياها بال 5G. هتمسك الموبايل الجميل بتاعك وتفتح ابلكيشن سبيد تيست، طبعا كلنا عارفين اللي بنعمل منه اختبارات لسرعات الانترنت، بس المره دي مش هتعمل اختبار لسرعه الانترنت، انت هتختار كده من تحت حاجه اسمها ماب، وهتسحب كده من تحت تختار شركه الاتصالات اللي انت عايز تعرف التغطيه بتاعتها قد ايه، فودافون مثلا، وهتلاقي ظهر لك كده الخريطه ملونه بهذا الشكل. كنت شرحت الموضوع ده في فيديو قبل كده ولكن هقول لكم باختصار. طبعا شركه سبيد تيست يعني عندها معلومات رهيبه جدا عن طريق ان انت اي اختبار بتعمله للسرعه هي بتاخده وتسجله في الداتابيس بتاعتها، وبالتالي بتعرف كل الاماكن تغطيتها ايه والسرعات فيها قد ايه. كده نقدر دلوقتي نعرف فودافون الشبكه بتاعتها شغاله 5G فين. احنا هندور دلوقتي على اللون الازرق اللي بيدل على ان في 5G موجود. انت بقى خش كده واقعد جرب، عايز تجرب 5G فين. يعني هنا مثلا عندك اكتوبر وزايد، ما تتخدعش بالمظهر من بره نقول لك ان زايد كده كلها 5G، لا انت بس اعمل زوم كده، اعمل زوم كده وتخش جوه علشان تعرف بالظبط فين الاماكن اللي فيها ال 5G. لسه الموضوع مبدئي ولسه مش مستقر ولسه ما غطاش كل الشوارع وكل الاماكن. خش كده بص هنا، هنا بص، لو بصيت المكان ده هتلاقي فيه 5G. لو رحت في هذه النقطة هتعمل سبيد تيست هتلاقي 5G لفودافون زي ما هو عمل لك، لان هو عارف ان المكان ده فيه 5G عن طريق ان هو بيعرف من المستخدمين اللي اختبروا السرعه في هذا المكان. وبشكل مبدئي زي ما انت شايف كده يعني عندنا اماكن كتير في القاهره بدات تتغطى بال 5G، بس طبعا يعني ايه مش كل الاماكن. انت كده لما تزود ممكن تلاقي شوارع بسيطه، اماكن قليله، بعض المباني البسيطه. لو جينا كده مثلا نروح للقاهره الجديده هتلاقي برضو فيها بعض الاماكن بدات تتغطى بال 5G، ولكن برضو مش كل الشوارع ومش كل الاماكن، والابلكيشن ده مش اكيوريت او مش دقيق 100%. يعني ممكن مكان يجيب لك ان هو فيه 5G بس ما يبقاش فيه 5G، بس نسبه الخطا دي يعني لا تتعدى ال 10% يعني. وفي اماكن، بعض الاماكن ممكن يبقى فيها 5G وتلاقي فيها 5G بس لسه مش مسجله على الابلكيشن. لو انت رحت عملت منها سبيد تيست هتتسجل على الابلكيشن. هو بس كل الفكره ان في ناس يعني الناس ما عملتش سبيد تيست للمكان ده فالابلكيشن لسه مش عارف. ف يعني تغطيه فودافون لو بصيت كده هتلاقي لا فعلا مغطيه مساحه محترمه والموضوع بادئين يشتغل عليه بقوه. لو جينا مثلا نشوف شركه تانية وليكن وي مثلا، فهنلاقي برضو تقريبا نفس التغطيه بتاعت فودافون. يعني هو برضو هنا القاهره، زايد، اكتوبر، نفس الكلام برضو، يعني تقريبا الاثنين قريبين من بعض في نفس التغطيه. على فكره الموضوع اتغير عن اخر مره بصيت فيها، يعني اخر مره كان في شركات ما عندهاش اصلا، ما تلاقيش ال 5G ده فيها. يعني مثلا اورنج كده لما كنت اخش ابص ما كنتش الاقي كل الحاجات الازرق. طبعا هو واضح دلوقتي ان اورنج اقل من فودافون ووي، ولكن على الاقل في اماكن، هي في اماكن فيها ازرق. من حوالي مثلا شهرين ما كانش فيه ولا مكان من دول معلم معايا ازرق غير حاجات مثلا في القريه الذكيه بس. واتصالات برضو زي اورنج، تقريبا اتصالات اورنج مش مهتمين قوي بال 5G. يعني بص اتصالات الدنيا فيها فاضيه ازاي، يعني برضو حته بتاعت زايد والتجمع وبتاع دول شغالين 5G، انما بقيه الاماكن برضو لسه، وبرضو مش كلهم. يعني لو جينا كده مثلا نخش على زايد هتلاقي بص يعني نقط بسيطه جدا هي اللي شغاله. فانا دلوقتي عايزين المشاهد عرفتك الطريقه، انت بقى خش شوف فين الاماكن القريبه منك اللي فيها 5G. لو انت عايز تجربه وروح جرب واقعد تابع بقى مع الوقت ايه الاماكن اللي اقرب ليك تشتغل فيها 5G، وشوف الشركات والشركه اللي انت تابع ليها
وبقى فيها 5G اكتر ولا لسه؟ تعالوا بقى نروح لاهم جزء في الفيديو، ده الجزء اللي معظم الناس يعني خلاص مستنيه ال 5G علشانه، وهو الباقات. هل الباقات دي هتبقى اكبر عشان تناسب مع سرعات ال 5G؟ بص يا عزيزي المشاهد، علشان اكون صريح معاك، محدش هتلاقي عنده هذه المعلومه دلوقتي خالص، ولكن انا ممكن اقول لك توقعي من خلاصه خبرتي. مبدئيا في الوقت اللي احنا موجودين فيه ده صعب يبقى فيه تغيير على الباقات الاساسيه نفسها. يعني مثلا باقه بتديك 20 جيجا ب 100 جنيه مش هتبقى مثلا 30 جيجا بنفس ال 100 جنيه. ممكن نشوف ده بعد كده في المستقبل، ولكن يعني في هذه اللحظات وفي هذا الوضع لا، انت ما هيبقى عندك 5G، ولكن الباقات الاساسيه كلها هتبقى موجوده زي ما هي. فانت مش هتشوف تغيير على الباقات، ولكن بمجرد ما يتم الاطلاق المبدئي لل 5G هتشوف عروض قويه جدا، لا قويه بجد، يعني قويه اقوى مما تتخيل، عشان تجرب ال 5G وتبدا تستخدمه والشركات تبدا تسوق لنفسها. هتلاقي بقى جيجا ببلاش بقى تنزل لك، خش بقى على الابلكيشن خد مش عارف كام جيجا عشان تتست ال 5G، اشحن الرصيد قد ايه وخد مش عارف كام جيجا انترنت عشان تجرب ال 5G، خد ضعف الباقه. الباقات الاساسيه سعرها مش هيبقى ارخص او مش هتكبر، ولكن هتلاقي عروض ضعف الباقه كتير ومستمره عليها. فمن ناحيه ان احنا هنتدلع لما يجي ال 5G بالعروض، يعني دي انا اؤكدها لك ان هيبقى في عروض كتير وجيجات كتير هتبدا تلعب في ال 5G بيها براحتك. طب اخر سؤال بقى او سؤالين معانا، هل انا محتاج اغير الشريحه بتاعتي علشان الموبايل بتاعي يشتغل على 5G؟ لا، لو انت شريحتك 4G فبشكل تلقائي هتلاقي لو الشبكه في المكان اللي انت فيه 5G والموبايل بتاعك بيسبورت ال 5G هيشتغل 5G، مش هتحتاج تغير الشريحه بتاعتك تماما. مش زي مثلا ما حصل في ال 4G مع فودافون واورنج، اضطروا ان هم يغيروا الشرايح للناس. طب السؤال اللي بعده، هل لو ال 5G اشتغل محتاج ان انا احدث الموبايل بتاعي ل 5G علشان استفيد بالسرعه بتاعه ال 5G؟ وبالتاكيد مش محتاج اقول لك ان لا طبعا، يعني مش دي الميزه اللي انت هتغير الموبايل بتاعك علشانها. ممكن تبقى بتغير الموبايل بتاعك علشان انت محتاج موبايل احدث في حاجات تانية، انما تغيره مخصوص علشان الموبايل يبقى بيسبورت ال 5G لا يا باشا. يعني خليك شغال بال 4G وال 4G هيبقى شغال معاك تمام وزي الفل، لان اصلا علشان هم يشغلوا ال 5G هيعلوا الكاباسيتي او السعه بتاعه الابراج والكونكشن اللي بين البرج نفسه والمصدر بتاعه. فالاماكن اللي ال 4G فيها كان اصلا ضعيف والابراج مزدحمه وعليها ضغط كبير، لا هو البرج ساعتها هتبقى كبيره اصلا علشان المستخدمين اللي رابطين عليه 5G يقدروا ياخدوا سرعه عاليه، فبالتالي هتلاقي ال 4G اصلا كده كده اتحسن معاه. والسرعات اللي بيقدمها ال 4G هي مش وحشه، لما تلاقي السرعات مثلا بتروح بين 50 ميجا و150 ميجا في الفتره الجايه، فده يعتبر كافي وهيشغلك، يعني مش محتاج ان انت تغير موبايل. ده رايي الشخصي. الا لو انت بقى واحد عايز تجرب التقنيات الجديده وتشوف ال 5G والتيست وتعمل الحاجات الجميله دي كلها، لا خلاص انت حر، غير موبايلك عشان ال 5G وبس. كده احنا خلصنا. انتظروا بقى الفيديو القوي جدا اللي هنعمله لما الخدمه تبقى قويه ومستقره، اللي هنختبر فيه بقى كل الشركات ونشوف السرعات القويه الرهيبه المجنونه، ونقارن بين الشركات بقى والحاجات الجامده جدا اللي احنا بنعملها، وهنصور بره. فبالتاكيد طبعا يعني لازم تبقى مشترك في القناه علشان يوصلك هذا الفيديو وكل الفيديوهات الجديده. وما تنساش طبعا لايك للفيديو ده لو عجبك، وتابعنا على فيسبوك انستجرام تيك توك اكس علشان يوصلك كل جديد. شكرا جدا على المشاهده، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit